ديفوشن فيلم لو انت بتتفرج عليه او بتقرا قصته كده من الخارج هتعتبر ان هو يعني زي ما انا كنت شايفه محاوله لتمجيد البطوله الامريكيه الفرديه عن احد المغامرات الحربيه اللي كانت موجوده في فتره الخمسينات. ولكن في نقطتين تحديدا في الفيلم ده نقلوه عندي من الخانه دي اللي انا ببقى متحفز او متحفظ شويه وانا بتكلم عنها او انا بتفرج عليها، لخانه تانية جعلته ان هو بيتكلم عن حاله انسانيه فعلا خلتني مندمج جدا مع احداث الفيلم، خصوصا مع نهايه الفيلم المتميزه جدا واللي خلتني بعتبر الفيلم ده من افضل الافلام اللي انا شفتها يمكن في الفتره الاخيره، خصوصا لو انت بتتكلم على نطاق الافلام الحربيه او حتى على الافلام الدراميه. السلام عليكم، فيديو جديد من فخ فيلم عن فيلم ديفوشن بطولة جوناثان ميجرز وجلين باول. الفيلم هنا مأخوذ عن قصة حقيقية بتتكلم عن أول طيار من أصول أفريقية أو طيار أسود بينضم إلى البحرية الأمريكية وبيعمل على متنها، وده في الخمسينات. طيارنا هنا هو جيسي براون، ولكن تحديدا الأحداث لما بدأت اتكلمت عن الطيار الأمريكي الأبيض صاحب الوسامة الشديدة أو التيبيكال أمريكان هيرو، يعني توم هادنر اللي كان بيقوم بطولته هنا جلين باول، واللي بينضم إلى السرب الجديد اللي بيعمل في منطقة البحر المتوسط تحديدا في أوائل الخمسينات. احنا هنا بنتكلم عن أجواء الحرب الباردة، وبالتالي احتمالات اشتعال الموقف عالية جدا، خصوصا في منطقة البلقان اللي هي منطقة التماس ما بين المصالح الأوروبية أو مصالح الناتو أوروبا وأمريكا قصاد التهديد السوفيتي. وبالتالي كانت معظم تمريناتهم وتدريباتهم بتتم في الفترة دي على محاولات التدخل السريع خصوصا في منطقة البلقان. ومن هنا بنتتبع قصة بطلنا توم هادنر، واللي من خلاله بنتعرف على قصة البطل الحقيقي للقصة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، وهو جيسي براون. جيسي براون هو أول طيار أسمر انضم لقوات الطيران الخاصة بالبحرية الأمريكية. في فترة الخمسينات الموضوع ده ما كانش موضوع سهل إطلاقا، وبالتالي بنلاقي هنا إن الشخصية بتمر بعوامل أو ظروف ضغط وجذب شديدة جدا بيتم رصد شخصية جيسي براون من خلالها إن هي شخصية متحفظة غير منفتح في علاقاته سواء مع زملائه في السرب أو حتى على إطار الأسرة بتاعته، إن هو ملوش علاقات قوية بجيرانه، نظرا لان في الفتره دي طبعا كانت عمليه النظره للاشخاص ذوي البشره السوداء، انت بتتكلم على اجواء كان العنصريه فيها غالبه جدا في التعامل في النطاق ده، وحتى لو كان مضغوطه او بيتم تكتيف الموضوع ده بقواعد صارمه جدا داخل الجيش، الا ان كان بيصطدم كتير بيها في حياته الاجتماعيه. ومن هنا بتنشأ العلاقة ما بينهم، لأن هو هنا جيسي بيكون الوينج مان أو الطيار المساعد للطيار الرئيسي المتفوق جدا توم هادنر. المفروض إن هم دايما بيخشوا المعارك القتالية بتنسيق عالي ما بينهم، بحيث إن هم يقدروا ينفذوا المهام القتالية دي بقدرات عالية، ولازم يكون التدريب والتعاون ما بينهم متميز جدا. ومن هنا مع الوقت بيحاول توم هادنر بناء علاقة اجتماعية سواء مع أسرة جيسي براون أو حتى مع شخصية جيسي براون اللي هو متحفظة جدا، فبيحاول إن هو يقرب أكتر منه ويشكلوا ثنائي متفاهم سواء بقى على المستوى الاجتماعي او المستوى الانساني، وبالتالي ده هينعكس على ادائهم في المهام الحربيه اللي هم بيقدروا يعملوها. وبيمر الفيلم بعدة مناطق معينة من خلالها انت بتتعرف عن سواء البدايات الموجودة ما بينهم على سطح حاملة الطائرات، وبعد كده بتظهر معانا المشاهد اللي من خلالها بنستعرض حياة جيسي العائلية ومدى ارتباطه شديد جدا بزوجته وبنته. ثم على نص الفيلم تحديدا بنبتدي نواجه العقده الحقيقيه او نقطه تحول الفيلم، عندما يتم في الاول تدريبهم على نوع جديد من الطائرات المختلفه تماما عن الطائرات اللي كانوا بيستعملوها، وهي طائرات المفروض ليها قدرات قتاليه عاليه، ولكن نوعيه التركيبه بتاعتها او التكوين كان مختلف تماما عن قبل كده، وده بيحط ضغط زياده جدا خصوصا على جيسي اللي ما كانش الموضوع سهل بالنسبه له، لكن بيصمم بمزيد من التركيز في التدريبات وغيرها ان هو يتفوق ويحاول ان هو يثبت مكانه، خصوصا انه كان مهدد بالطرد اذا لم ينجح في التعامل مع النوعيه الجديده دي من الطائرات. ومن هنا بتظهر المهمة الحقيقية اللي حصلت فعلا، وهي في أثناء الحرب الكورية اللي نشبت في الخمسينات، ومن خلالها تم إصدار الأوامر لهم للانتقال من منطقة البحر المتوسط إلى المحيط الهندي للتعامل مع بعض المهام اللي كانت هتختص تحديدا بالهجوم على قوات كوريا الشماليه. ومن هنا بتبتدي الاحداث تظهر قدامنا عشان نتعرف من خلالها على المصير اللي بيحصل لجيسي براون اللي بيعتبر مصير حقيقي جدا، واللي بتظهره عندنا نهايه الاحداث. انا مش عايز اتكلم عنه عشان احرق لك يعني جزء من القصه لو انت مش هتدور على القصه الاساسيه. وهتظهر معانا هنا خاتمه الفيلم الانسانيه جدا، واللي لا زالت مستمره يمكن الى حد قريب جدا، لان الاحداث بتاعتها لم تنتهي زي ما ظهر لنا في ختام الفيلم واحنا خلصنا القرن العشرين وخلاص دخلنا في القرن الواحد وعشرين اهو. فيلمنا النهارده من اخراج جيدي ديلارد، وده تقريبا يمكن اول انتاج كبير ليه على مستوى كبير على مستوى السينما. قبل كده عمل عدد من الاعمال منها مسلسل كان على منصه اتش بي او اسمه ذا اوتسايدر، كان مسلسل بصراحه جذاب جدا، لكن هنا فعلا احب ان انا اشيد بيه لان مشاهد المعارك اللي كانت موجوده حتى المشاهد الرومانسيه او العاطفيه اللي كانت موجوده على اطار الحياه الاجتماعيه او الحياه العائليه جيسي براون كانت مؤثره جدا. كذلك
اخر مشاهد الفيلم انا بعتبرها من اجمل المشاهد اللي انت ممكن تتفرج عليها، خصوصا في الافلام الحربيه. لو اتفرجت على المشاهد دي فعلا الريتم بتاعها والتتابع بتاعها هيخليك تندمج بدرجه شديده جدا مع الاحداث. قوه الفيلم ده او النقطتين اللي نقلوا الفيلم ده عندي من فيلم حربي عادي او فيلم حربي درامي ممكن تكون شفت زيه كتير، الى فيلم فعلا يعتبر فيلم جيد جدا. هو اولا الاداءات الفرديه للممثلين. لو هتبتدي بتوم هاردر الضابط الامريكي ابيض البشره اللي قام ببطولته هنا جلين باول. جلين باول لو انت شفت فيلم مافريك توب جان اللي لسه طالع السنه اللي فاتت، هو كان عامل فيه دور مميز جدا، وكان دور مش فيلن يعني، ولكن من الطاقم الطيارين المشاكسين اللي كانوا موجودين، وكان ظاهر جدا في الفيلم ده وقتها. ولكن في الفيلم هنا هو بيقدم شخصيه طيار برضه، ولكن باسلوب مغاير تماما. شخصيه هاديه بتتحكم في انفعالاتها، ولكن قادره ان هي تبني علاقات انسانيه على مستوى جيد جدا مع زملائها، وفي نفس الوقت بيعمل دور القياده بدرجه متميزه جدا مع التيم بتاعه. على الناحيه الثانيه اداء جوناثان ميجر. جوناثان هيبان معانا اول الفتره الجايه، خصوصا ان هو بيمثل دور مهم جدا في مرحله مارفل الخامسه، وهو موجود في فيلم انتي مان كوانتمانيا الموجود. ولو انت كنت اتفرجت على مسلسل لوكي فهو ظهر في اخر الحلقات بتاعتها بشخصيه الفيلن اللي هيبقى الفيلن الرئيسي لمرحله مارفل اللي جايه. عامل اداء بصراحه من اروع ما يكون. الاداء ده ممكن يرشحه لجوائز كبيره فعلا، وهو اعتقد ان هو فعلا لو هو حافظ على مستوى الاداءات التمثيليه اللي هو بيمثل فيها والادوار اللي بيظهر فيها في الفتره الحاليه، فهو يعني هيبقى من علامات الممثلين السود الموجودين، وهيترشح لجوائز وهياخد جوائز متميزه جدا. الدور هنا قدم انفعالات فيه متميزه جدا لحاله الضغط اللي موجوده دايما عليه، سواء ان هو بيحاول يحافظ على مكانه او ان هو بيعاني من المعامله السيئه اللي كان ماخدها اثناء طفولته. ودي ظهرت في مشاهد متميزه قوي قوي قوي، مشاهد حلوه جدا كانت موجوده دي. العلاقه الانسانيه اللي كانت بينه وبين عائلته كانت جيده جدا، لان انت بتقابلها بالتحفظ او عمليه التماسك والوجه القاتم والاسلوب المتصلب اللي كان بيتعامل بيه دايما على حامله الطيارات في اطار شغله. وده هنا بيظهر معاك ان هو كرد فعل حتى للضغوط اللي كانت موجوده عليه، وبالتالي هو بنى لك الشخصيه من خلال انفعالاته، بحيث ان هي بدا فعلا يظهر الهيستوري بتاعها، الماضي بتاعها ظهر ان هو كان موجود عامل ازاي، الضغوط اللي هو بيظهر فيها والتطور اللي هو رايح ليه. فهو اداء فعلا من احلى واروع ما يكون. نقطه التميز الثانيه اللي موجوده في الفيلم اللي فعلا انصحك لو انت هتتفرج عليها انك يعني تركز عليها وتستمتع بيها، ان الفيلم هنا مأخوذ عن احداث حقيقيه، لكن على الناحيه الثانيه هو ركز من هنا على مشكله الأقلية السوداء اللي أنا دايما ببقى متحفظ وأنا بتفرج عليها، لأن بحس إن يمكن في أجندات تقيلة بتتحمل عليها، ولكن في الفيلم هنا عملها بأسلوب جيد جدا. بين مدى الضغوط اللي كانت بتتعرض ليه أصحاب البشرة السمراء في الفترة دي. حتى زي ما هيظهر معاك في أحداث الفيلم إن جيسي كان أول طيار أسود موجود على السرب ده، لكن بقيت كل أصحاب البشرة السوداء اللي كانت موجودين على حماية الطيارات كانوا بيعملوا في أعمال دنيا شوية أو أقل من مرتبة الطيارين، زي أعمال المطبخ أو أعمال التنظيف أو الحماية اللي موجودة على حماية الطيارات. فبالتالي هو كان يعتبر حاجة زي الرمز بتاعهم اللي كان موجود. كذلك مع مشاهد ختام الفيلم اللي بتتكلم عن الحادثة الحقيقية وازاي هي حصلت وازاي تأثيرها استمر السنين دي كلها، وهم بيحاولوا ان هم يجدوا خاتمة جيدة للقصة دي. في الحقيقة الموضوع ده وانت بتتفرج عليه فعلا هتحس باندماج عاطفي جيد جدا. انا بعتبر دي براعة من المخرج، وفي نفس الوقت مجهود متميز جدا سواء في الكتابة او حتى في الاداء التمثيلي. فيلم ديفوشن من الافلام الحربية اللي ليها اطار درامي، لكن في نفس الوقت رغم ان هي مأخوذة عن قصة حقيقية، لكن عناصر التشويق موجودة فيها بصورة جيدة جدا. كذلك في عناصر اتقان جيدة جدا سواء في اخراج المعارك، المؤثرات الصوتية، المؤثرات البصرية اللي موجودة، وفي كم من المشاعر الإنسانية فعلا هيخليك على درجة عالية جدا من الاندماج مع الأحداث الموجودة دي. ده من الأفلام اللي أنا بنصحكم فعلا بمشاهدتها. بنيتي لكم مشاهدة ممتعة، وأشوفكم في فيديو تاني قريب. سلام.